الذي عمره 3 سنوات ما يضرب، ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10. بارك الله فيك، هذا غلط اللي تمارسينه، هذا غلط. فالطفل الصغير هذا يدل على أن عندك إشكالية في قضية استعمال الوسائل التربوية. ولذلك أنت يا أختي الفاضلة تحتاجين فعلا، إذا كنت والله تقول أنا أعصب، أنا سريعة الغضب، أنا كذا، ممكن تأخذين دورة، تشاورين أنت وزوجك يعطونك دورة في قضية استعمال الأساليب والوسائل. مع أني أنا حقيقة ما أرى أنك تحتاجين إلى دورة. طبيعة الأم، يعني الأم الرؤوم الحنون الطيبة، ما يمكن الأم، يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك أمك أمك؟ لماذا؟ لأن الأم فيها من الرحمة ما ليس عند الرجل. الأب فيها من الحنان، فيها من الرقة، فيها من الخوف على الولد على الطفل ما ليس عند الأب. ولذلك استحقت هذه المرتبة، يعني اللي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. أمهاتنا وأمهات الجميع اللي يشاهدوني الآن ما درسوا جامعات ولا كليات ولا معاهد، وبعضهن ما دخلوا المدرسة، عندهم من أساليب التربية الشيء العجيب. فيا أختي الفاضلة، شاوري أمك، شاوري خواتك، إذا والله تشعرين بأنك محتاجة ممكن تدخلين دورة يعني مساعدة زوجك، تحاولين قدر المستطاع أنك تطلعين على بعض الوسائل التربوية في علاج شغب الأطفال. في من الأطفال من عنده شحنات يحتاج تفريغها مثلا، ويفرغها هذا بالتكسير والعبث والصراخ وكذا. ممكن تستشيرين كيف أتعامل مع هذا النوع. قد تكونون أنتم مقصرين في قضية يعني في قضية إشباع رغبات الطفل، يعني ممكن أنتم مشغولين تاركين الولد. حققوا رغباته، جيبوا له الأشياء التي اللعب، الأشياء التي غير الضارة طبعا، اللي فعلا يستطيع من خلالها أن يفرغ هذه الشحنات، يفرغ هذه الطاقة الموجودة عنده، وترتاحين بمثل هذه الصورة. أي طبعا لا تنسين ذكر الله عز وجل، رقيته، تحصينه، تعويذته بتعويذة النبي عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين، وهي تعويذة إبراهيم لإسحاق وإسماعيل: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أما قضية الضرب فهذا خطأ فادح، خاصة في مثل هذا السن، وهذا سيؤثر عليه مستقبلا، وربما يورثه جملة من العقد التي فعلا تؤثر في مسيرة حياته، وتؤثر ممكن حتى في نطقه وفي تفكيره وفي أشياء كثيرة. فاتق الله في هذا الولد يا أخت الفاضل، وارفع يدك عنه، لا تضربين أبدا. استعمل أسلوب الترغيب والترهيب، رغبيه كثيرا، رهبي أحيانا، ممكن أضربك لكن لا تضربين، ممكن أخبر أبوك مثلا لا تخبرينه. بهذه الطريقة وفري بارك الله فيك له شيء من الوسائل التي كما ذكرت يفرغ هذه الشحنات وهذه الطاقة الموجودة عنده. حاولي قدر المستطاع أنك تلقنينه، مثلا تحفظين السور القصيرة من القرآن 3 سنوات، ممكن سورة المعوذات وكذا، حفظينها أذكار، اقرأي عليه قصص مثلا. القصة دائما جميلة، والطفل دائما يعني من خلال القصة يعني ممكن أنه يندمج، حتى أنه يتخيل أنه داخل هذه القصة. وهذا أسلوب ولله الحمد شرعي، بعيدا عن الكذب، بعيدا عن المزايدات. فبهذه الطريقة أعتقد إن شاء الله ستصلين إلى مرحلة جيدة.